ليه كرشك رافض ينزل؟ أخطاء الفطار اللي بتخرب الدايت. من الآخر، هو بجد الفطار ليه علاقة بالكرش؟ ما كلنا بنفطر كل يوم ومتربيين على أهمية الفطار. يبقى إيه الموضوع بقى؟ بص بقى، المشكلة عمرها ما كانت الفطار، لا، المشكلة الحقيقية أنت بتفطر إيه؟ ناس كتير جدا بتبوظ يومها من الفطار، وهو ده اللي هنكتشفه النهارده. وصدقني في حاجات هتسمعها هتزعلك، بس لو غيرتها هتظبطك. أول غلطة الفطار السكري. يعني إيه فطار سكري يا داك؟ مش لازم الفطار يبقى لطيف وحلو كده؟ الفطار السكري عسل، مربى، بانكيكس، نوتيلا، عصير، كورن فليكس بالعسل. لطيف ينفع في الدايت؟ لا خالص. كل ده بيعمل ايه في الجسم؟ بيرفع الانسولين بدرجة عالية جدا بسرعة جدا، ويقلل الحرق عندك من بدري جدا في اليوم، غير انه بيعلي الجوع طول اليوم. يعني بيزود دهون البطن بشكل مباشر. طب ليه بيعمل كرش بالذات؟ لان دهون البطن حساسة جدا للانسولين والكورتيزول. اول لما الانسولين بيعلى، جسمك بيخش في مود خزن يا باشا، وده بالظبط اللي احنا مش عاوزينه من اول اليوم. يعني الغلطة التانية القهوة على معدة فاضية، القهوة اللي فيها سكر. ما كلنا بنشرب قهوة على الصبح يا داك، ايه المشكلة يعني؟ القهوة نفسها مش المشكلة، المشكلة انك لما بتشربها على معدة فاضية بالسكر، السكر ده يرفع الانسولين، والقهوة معروفة انها بترفع الكورتيزول. الاتنين مع بعض بقى ده ثنائي ذهبي لدهون البطن. انسولين عالي زائد كورتيزول عالي، كرش عالي. يعني يا دكتور بلاش قهوة ولا ايه؟ لا، اشرب عادي، بس امتى؟ اما بعد الفطار، او لو هتشربها قبل الفطار بلاها سكر، انت مش ناقص دهون زيادة على الصبح. الغلطة التانية العيش الابيض. يا داك هو العيش الابيض وحش قوي للدرجة دي؟ ده احنا متربيين عليه. بالظبط، وهو ده السبب اللي اغلب الناس عندها كرش رغم انهم مش بياكلوا كتير. العيش الابيض بيعمل ايه؟ بيرفع السكر بسرعة جدا، بيرفع الانسولين بسرعة جدا، بيخليك جعان بعد ساعة، بيسبب تخزين دهون بمنتهى السهولة، واخطر حاجة بقى، مهما كانت الكمية صغيرة بيعمل ضرر سريع جدا على دهون البطن. نيجي للجزء الرابع، الحل بقى. والنبي يا داك لما كل دي غلطات امال افطر ايه بقى؟ اهم حاجة تبدأ يومك بحاجة خفيفة وغنية بالبروتين، هتديك شبع، هتقلل الانسولين، وهتظبط الحرق طول اليوم. اختيارات بسيطة: بيض، زبادي يوناني، جبنة قريش، فول، شوفان بسيط من غير سكر طبعا. ونقطة مهمة بقى، مش لازم تفطر كتير، لكن لازم تفطر صح. طب يا داك لو انا صلحت الفطار البطن فعلا هتتظبط؟ هتتفاجئ. مجرد انك تصلح وجبة الفطار، الكرش هيقل اسرع مما انت متخيل، لانك بتمنع جسمك انه يخش في مود التخزين من اول اليوم. الخلاصة يا جماعة، صلح فطارك، جسمك هيشكرك، وبطنك هتعمل لك مفاجأة لطيفة جدا. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده ليه كرشك رافض ينزل. اخطاء الفطار اللي بتخرب اي دايت. من الاخر.